اقدم عربيه كسكسي وشويه كسكسي فعلا يستحقوا ان انت تصحى لهم الساعه 4 الفجر، واحلى فطار ملوكي خفيف كده ومكان جميل جدا. اكيد في ناس كتيره منكم خمنت احنا رايحين فين وكده، وصلنا الجيزه وصاحبي كان فرحان جدا ان احنا وصلنا بعد ساعتين، وانا كنت مبسوط جدا. ونزلنا من المترو عند ميدان الجيزه في شارع الصناديلي عند بنك مصر، ده كده اول الشارع. طبعا لو توت تسال بس قول انا عايز اروح عند كسكسي السني والناس كلها توديك. كسكسي السني مشهور جدا هناك، وفعلا دي اكله تستحق ان انت تصحى لها الصبح بدري جدا. وهنا جبت لكم العربيه ومكتوب عليها كسكسي السني اسم له وتاريخ، وعرفت ان هم شغالين من 1960. وقبل بقى ما ابدا الفيديو بتاعي حابب اوجه التحيه لاهالي الجيزه كلهم وفيصل، بحبكم في الله. وعم محمد بسم الله ما شاء الله هو بيعبي الكسكس كده فتح نفسنا، والسمنه البلدي وهو بينزلها كانت ريحتها ضربه قوي في مناخيري وجعت قوي بصراحه. وكان المشوار بتاعنا يجوع لان احنا كان بقالنا ساعتين بالظبط بنركب ونروح لهناك، بس بصراحه كان المشوار يستحق. واللبن زي ما انتم شايفين كده بلدي ونازل سخن مولع. طب ايه اللي يميز بقى كسكسي السني؟ اللي انا عرفته ان هم اصلا واخدينها ابا عن جد، وان هم الثلاثه اخوات واقفين على العربيه واخدين الشغلانه ديت من والدهم، وكمان بيقدموا احلى شويه كسكسي بشهاده الناس، وهم يعتبر اقدم ناس في الجيزه بتعمل كسكسي. فدي حاجه مميزه جدا وحاجه جميله جدا. وعم محمد بقى بنفسه حب يعمل لنا الشوك جميل اللي هو بيعمله، وياكل كمان صاحبي بايده وقال له دوق. طبعا ما يتحطش لازم تاكله وسخن. صاحبي قال لي بصراحه جامد. قلت له انا بقى عايز اعلي وادوس، ولازم تجيب لي بقى طبق كبير ومخصوص يا عم محمد، وهينزل لي بقى هو بالشوك. بس ده التاتش يا واحد، شفت التاتش؟ ومبدئيا كده الكسكسي اصلا شكله يفتح النفس، ولما دقت اللبن لقيته بلدي فعلا وجميل والدسامه بتاعته فيه. فهو اصلا الفيديو مش تقييم خالص، الفيديو دوت رحنا عشان نجيب لكم مكان تجربوا فيه الكسكسي وتروحوا له. طبعا في ناس كتيره قوي جربته، وناس كتيره هتكتب لنا في الكومنتات ان الكسكسي ده جامد. يا ريت بقى كل واحد بيتفرج على الفيديو دوت يكتب لنا في الكومنتات هو منين، وما تنساش تشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بصراحه ده اللي يستاهل مش هو بامانه والله. طبعا مهما اقول لكم التجربه كانت جامده قد ايه مش هتقدروا تتخيلوها، عشان انت بتخلص الفجر على طول وتطلع عليه تاخد كده حاجه فريش وكوبايه لبن بلدي. فهي حاجه جميله جدا وممتازه جدا عشان بتصحى بدري وبتبتدي يومك كده بحاجه زي الفل وجميل. توم صباح الفل يا حبيبي. نهار ابيض. صباحنا جميل. بتاكل من عند الراجل ده بقالك كام سنه يا عم مسعود؟ انا ساكن قصاده على طول. طب يا بختك يا عم. ساكن قدام السني ايام ابوه لما كان واقف في الاول بدايه الستينات تقريبا. اللهم صل على النبي. والراجل ده كنا بنشتري منه بتعريفه وبقرش، خلي بالك طبق كبير كمان عن كده بالقرش ساغ وناكل منه. وراجل كان كريم قوي وراجل بيعه ظريف يعني. اللهم صل على النبي يا عم. من الناس المحترمه، هم ناس محترمين جدا بصراحه، ونضاف. اهم حاجه عندهم النظافه. لا النظافه الله اكبر باينه. يعني النظافه لا عاليه جدا. الكسكسي بيعجبك يعني؟ لا الكسكسي ده عالي جدا. عرفنا بيه. الله يخليك يا حبيب قلبي. الف انا وشفا. ربنا يطمن عليك. انا ساكن قصاده اصلا. ساكن هنا؟ فوق ايه؟ الله اكبر. عم الحاج ساكن هنا يا جدعان، اللي يجي برضه يسلم على عم الحاج برضه. اهلا بيك يا حبيبي. يا عم الحاج. صباحك زي الفل يا نهارك قشطه ان شاء الله. انتوا من هنا؟ من بولاق. انتوا جايين من بولاق تاكلوا كسكسي؟ اللهم صل على النبي يا جدعان. يعني اول مره تاكلوا من عنده؟ كل كام يوم يعني. بجد والله؟ انتوا من بولاق؟ اللهم صل على النبي. انا لسه اول مره. ده اول مره يا جدعان اهو زينا. احنا صاحيين والله من الساعه 4 عشان نيجي برضه. والله وكلنا من عند السني والف انا. ما انا نفس الكلام والله. حبيبي يابا اتشرفت بيكم. وصلنا في الازهر برضه. اللهم صل على النبي. باشا اسلام الله يصلح حبيبي يابا والله العظيم احنا اكلنا شويه كسكسي. الله اكبر. حبيبي يا عم محمد والله العظيم. حبيبي يابا. هنا ميدان الجيزه شارع الصناديلي. شارع الصناديلي يعني اي حد يخش شارع الصناديلي ينزل بس ميدان الجيزه يقول شارع الصناديلي فين، او عماره مصر للتامين. وبما ان ابويا بيحب الكسكسي قوي جبت له وجبت لامي وجبت لمراتي كمان. ولو انت لسه بتتفرج على الفيديو لغايه دلوقتي ما تنساش اللايك يا حبيب قلبي.